انتبهوا يا بني خلو وبليجان على هاي الرسمة من الإيد. هذا الرسمة طبعا هلا الرسمة هديك اللي ورجيتكم إياه إنه هاي الرسمة رسمة الفرد. أنا عم بحكي لكم على الخطأ اللي صاروا يدوروا عنا ويبحثوا عنا. بعض الأجهزة المخابرات انه الخطأ اللي بني عنا، يعني انتم عندكم او عنا بني خلو وبليجان، في نفس الخطأ موجود في تركيا، تركمانا او اكرادا او غيرهم. فهذا الخطأ مو موجود في اوروبا حاليا، بس كان موجود من زمان لما كانوا يقتلوا. تمام، لما كانوا يقتلوا في اوروبا او ايام زمان تحت اسم يعني الاختلاف بين بعضهم، بين طوائفهم، على فهم غلط او خطأ. المهم كان في عندهم جرائم موجودة. هلا الخطأ اللي انا عم بحكي لك عليها ما راح احكيها بالاسم. اول شيء احتراما، ثاني شيء ما بصير اذكرها لاني شيء خاص فينا. بس يا بني خلوا بليجان اسمعوني، مشان ما حدا يموت منا. شخص إنسان، ما حدا يموت من عنا بسبب جهلنا وبسبب تخلفنا. تمام، ما حدا يلحقكم من أجهزة المخابرات واحد واحد يقتلكم بالمستشفى أو يقتلكم عن طريق الحادثة، أو يقتلكم عن طريق الشغل، يضرب ايدكم او المهم ما حدا. الخطأ اللي نحن موجود عنا، كان في نظام فاشل، نظام ديكتاتوري، غض النظر بسبب الأعراف والتقاليد اللي انتم بتعرفوها. عم بورجيكم هي الصورة هلا. هي الصورة لا 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 لصورة مقدسة عم تنرسم على الأرض. الصورة هي المقدسة، هذا دليل انه الشعب المتحرر ما بيربط انتبه ما بيربط السماء مع الارض، ما بيحدد مخه. ليش لأقول لك ما بيحدد مخه؟ انا عم بستعمل هذا التاب عبارة عن عقل متحرك. عقل متحرك مثل ما الكاميرا اللي شايفينها، كاميرا اختراع جديد بتطير عن طريق تحكم. مجرد ما تحكمت فيه بيدور ال شو اسمه المراوح. شايفينها المراوح شلون بتدور عن طريق التحكم. فنفس الموضوع انتم اليوم بدكم تشغلوا مخكم، تتجاوزوا عن اخطاء كبيره عم يلاحقونا اليوم فيها بعض الاجهزه. عم يلاحقونا فيها بعض الاجهزه، انتبهوا على كلامي، ليحاسبونا او يحاسبوكم على افعالكم. ما عم يحاسبوا عم بتموت عن طريق اختراعاتهم من الاسلحه القذره، من الاسلحه الاجراميه. انتبهوا على كلامي وعيشوا بسلام. حكيت انا من زمان دفاعا عنا وعن كل انسان وانسانه. انتو قرايبيني، انتو حبايبي، انتو غوالينا، بس ما تنجروا ورا الجهل، ما تنجروا ورا التخلف. اسمعوا كلام الدكتورة هبة رؤوف عزت، من دكتوراه العلوم السياسية، بتفهم بالدين قد العالم، وبتفهم بتفهم بالدين الإسلامي طبعا. اسمعوا الدكتورة هبة رؤوف عزت باليوتيوب، نشرت لكم إياها موجودة عندي. الناس اللي مين هنا من الصعيد؟ أكدح ناس. كان في مرة حصل كده خناقة في الصعيد، وكنت نزلت، فكنت بقى نازلة محتدة قوي على الشباب، وبقول لهم ازاي يحصل الاعتداء على
شخص مسيحي، وان فين الذمه، والذمه دي مش معنى تاريخي، دي معنى اخلاقي. وانه واحد قال لي: يا دكتوره انت مالك يعني جايه كده، كانوا في اسيوط، فيعني شد حيلك علينا قوي، شد نفسك علينا. بصي يا دكتوره، يعني الموضوع خلص واحنا عندنا اعراف بنسوي بيها الامور دي. وقلت له: يعني ايه قانون؟ مش عايزين اعراف فقال لي: بصي يا دكتوره، هنا مفيش قانون ولا شريعه. يعني هدي نفسك، يعني حتى مش هقول لك القانون فيزا في الشريعه مقابل يعني هنا احنا لينا ايه؟ احنا لينا اعراف وعندنا تقاليد، وده مش معناه ان هي منافيه للشرع، ولا ان هي احنا وده مش معناه ان هي منافيه للشرع، ولا ان هي احنا هنصيمها بانها غير شرعيه، لكن انه الدنيا ماشيه بطريقه، انتوا قاعدين هناك في القاهره في المركز بتفكروا بطريقه مختلفه، وعلى الارض في الحقيقه. فالاعراف دي جايه منين؟ جايه في الحقيقه من قبل النشاه بتاعه الدوله. في ناس زعلانه، او يعني الدوله الحديثه، في ناس زعلانه تقول لك: لا، ما احنا عايزين كل ده نخلص منه عشان يبقى فيش غير القانون الناس بتتحكم اليه وكذا وكذا. عمليا الدول اللي ما حاولتش تحافظ على الحاجات دي رجعت تاني تقول ان الثقافه مهمه احيانا في حل النزاعات المجتمعيه، ليس اقصاء لاهميه القانون واهميه العقوبه وتوقيعها على من يجرم في حق الاخر، لكن ان المجتمع فيه ما هو اعمق من محض الادوات القانونيه اللي هي ايضا يسهل انت ممكن يلي بيسكت على قتل المسيحيين وهن مسيحيين موجودين هون في اوروبا، فليش سكتوا لما صار الحرب هون؟ من هون انتم لازم تعرفوا العالم اليوم عالم يعني اسمحوا لي العفو منكم، ما اقول انه للانسان او انسان اللي بيمارس الجنس يعني كلام بتعرفوا، بس هدول البشر اللي بيسكتوا عن القتل والدمار واللي بيساووا الحروب بين البشر اليوم يعني لازم يتجاوزوا عنا العالم الواقع، العالم الحاضر. شلون يعني لازم يتجاوزوا عنا؟ يعني يتركوا الارض ويمشوا. عجبهم ما عجبهم يتموا بقلب الحرب مثل ما صار عنا في سوريا. شايفين؟ يعني هلا انا هون عم يتهموني من وقت ما جيت لليوم. انتوا حدا كانوا من قرايبينا من الغشيمين ما كانوا يعرفوا هذا الشيء. نشكر ربنا انه هلا صار يعرفوا العالم عن طريق الاتصالات، عن طريق العولمه، عن طريق العقل. لكن اجهزه المخابرات القذره، في اشخاص، مو كل الاجهزه، انتبهوا، بعض الاشخاص عم يشتغلوا ضمن اجهزه المخابرات، عم يتواصلوا وعم يقتلوا داخل المشافي، عم يقتلوا داخل الاعمال، عم يقتلوا داخل المجتمع، عم يقتلوا. انتوا لا تكونوا صاحيين، عندكم خطأ، الرب بيحاسب، الاله بيحاسب، مو البشر بيحاسبوا. البشر ما بيقدروا يحاسبوا. انتبهوا، شايفين الدمار اللي صار باليرموك؟ هذا سبب مين كان؟ مو سبب فلسطين ولا سبب اليهود، سبب النظام. هي شايفينها؟ هي نشرت لكم اياها، تمام؟ المهم حتى تعرفوا انتو الحياة شلون تمشي، وخلي دينك لإلك. ما هدول الاشخاص لما بتوقف بوجهن وين ما كنت تكون، اذا كنت باوروبا ولا كنت وين داخل الكنيسه ولا داخل الجامع، ممكن يصنعوا لك تهمه مثل ما صنعوا تهمه لاشخاص كبار عنا في سوريا، اشخاص يعني له شخصيتهم القويه. وهي اخوه ابن عمه لبشار الاسد طلع بيحكي عن الحق كمان، تمام؟ مثل ما شايفين يعني بتتذكروا هذا الانسان اجى على المخيم، انا كنت بالمخيم ساكن بتعرفوا، يعني هذا مسؤول فلسطيني كمان اجى على المخيم بوقتها تحت النظام بيعرف، وكان النظام حاميه، لكن النظام كان عم يحميه هيك، يعني شلون بدي اقول لك، يعني خوفا من الاكبر منه، او ليسمع كلام الاكبر منه. بس يلي ساوى هذا الدمار في المخيم تعرفوها انتم عن طريق لحالكم ليش صار الدمار. المهم لتعيشوا حياة
كريمة وحياة عادلة. تابعوني. تحياتي لكم.